فتح كلام كده، اول حاجه عايز اقولها لكم ان ما تندموش على حاجه. اللي فات مات، اللي حصل حصل. مهما كان الموقف، مهما كان بشاعته، مهما كنت ماسك على نفسك ضغينه وحاسس بتأنيب ضمير رهيب ان انت تكون قصرت في حاجه او ان انت تكون كان ممكن تعمل حاجه بطريقه مختلفه، صدقني لا، ما كانش ممكن. هي دي قصتك، هي دي رحلتك، هو ده نصيبك. لازم تتعلم منه، ولازم ما تمسكوش على انه حاجه موقفه لك المستقبل. ولازم تفهم ان العشرينات دي مرحله جميله جدا، لكن صدقوني الثلاثينات احلى. مش معنى ان احنا عدينا سن ال30 يعني احنا نبطل نحلم. مش معنى ان انا ما بقتش رئيس المؤسسه وانا عندي 25 سنه يبقى انا عمري ما هعملها. مش معنى ان انا عنست وبقى عندي 30 سنه، المعتقد اللي انا مش قادر افهمه لحد دلوقتي ده، يبقى انا عنست خلاص عشان عندي 30 سنه. انتوا في عز شبابكم، انتوا لسه بتبداوا مرحله من اكتر المراحل المثيره والراكزه في حياتكم. وجزء مهم جدا لازم نعدي بيه في المرحله دي، لان احنا بنبقى عندنا نضج اكتر وبيبقى عندنا قدره اكبر على ان احنا نسامح. فهو ان احنا نسامح، ما تمسكوش ضغينه او ما تمسكوش زعله او جرح او حركه او غيظ من اي حد او اي حاجه، لان طول ما انتوا ماسكينها، طول ما انتوا شايلينها على كتافكم، نزلوها علشان تعرفوا تعيشوا مستريحين.